كان يا مكان في ولد شاطر اسمه كريم وبنت ذكية اسمها فرح. كانوا أصحاب قوي، بس اليوم ده كانوا زعلانين ومكشرين. بكرة عندهم معرض العلوم في المدرسة، والمشروع بتاعهم لسه مش شغال. كانوا قاعدين على الأرض وسط كومة أسلاك وحاجات إلكترونية ومش فاهمين أي حاجة. فجأة نور صغير طلع من لوحة الأردوينو نفسها، ومن النور ده ظهر كائن صغير منور، شعره أزرق زي السما ولابس نضارة غريبة وبيطير في الهواء. قال بصوت فيه صدى كهربائي: متقلقوش يا أصحابي، أنا حمادة سنسور وجيت عشان أحلها. كريم وفرح بصوله وهم مبرقين من الدهشة. حمادة سنسور طار وقعد جنب الموتور الصغير. عايزين تخلوا الكتكوت ده يرقص، مش كده؟ ده اسمه سيرفو موتور، اعتبروه دراع مطيعا جدا. جواه مخ بيسمع لإشارات معينة اسمها PWM، ودي عاملة زي شفرة سرية. أما دي بقى، حمادة قال وهو بيشاور على لوحة الأردوينو، فدي الرئيس الكبير. الأردوينو ده مايكرو كنترولر، يعني كمبيوتر صغنون خالص. احنا هنقوله على الشفرة السرية، وهو هيبعت إشارات ال PWM للسيرفو عشان يقوله يلف بزاوية كام بالظبط. كأنك بتقول للدراع: يا دراع أتحرك 90 درجة بالملي، لا 89 ولا 91. حمادة مسك 3 أسلاك ملونة. ركزوا معايا، دي أهم حتة. السيرفو عنده 3 سلوك. السلك البني ده هو الأرضي، يعني زي أرض الأوضة كده. لازم نوصله بفتحة الGND في الأردوينو، كأننا بنقول للكهرباء: ده بيتك يا حبيبتي، ارجعي هنا. والسلك الأحمر ده بتاع الكهرباء. حمادة قال بحماس: ده أكل السيرفو، محتاج 5 فولت طاقة صافية، عشان كده هنوصله بفتحة L5V في الرئيس الكبير. وآخر واحد، السلك البرتقاني، ده سلك الإشارة، دي الودن اللي بتسمع الشفرة السرية. حمادة شرح لهم: هنوصله بأي فتحة ديجيتال في الأردوينو، ولتكن رقم 9. ده الخط الساخن بين الريس والدراع الشغيل. وزز. حمادة سنسور وصل الأردوينو بالكمبيوتر بلمسة كهربائية، وقعد يكتب كام سطر كود أسرع من سرعة الضوء. ودلوقتي جه وقت الكلام السحري. الكود كان بيقول للأردوينو يبعت إشارة للفتحة رقم 9 عشان تحرك السيرفو يمين وشمال. بززت. وورر. الدراع الأبيض الصغير اللي على السيرفو اتهز فجأة، وبعدين بدأ يلوح يمين وشمال زي ما الكود قاله بالظبط. كريم وفرح نطوا من الفرحة وقعدوا يهتفوا: اشتغل! اشتغل! حمادة سنسور عملهم علامة تمام بإيده. شفتوا؟ العلوم مش بتخوف، دي مجرد شوية تعليمات. دلوقتي انتوا معاكم أحسن مشروع في معرض العلوم كله. وبطنه كهربائية أخيرة طار من الشباك وساب وراه علمين صغيرين مبسوطين وواثقين من نفسهم.